السلام عليكم. لو قلتلك إن كائن صغير جدا ممكن بالعافية تشوفه بعينيك، بيحمل في طياته أسرار عن قدرة ربنا وعظمته، هل هتصدقني؟ الكائن ده مش مجرد حشرة عادية، دي البعوضة اللي ربنا ذكرها في القرآن الكريم كمثال، مش بس للعبرة لكن كمان علشان العلماء يكتشفوا حاجات مذهلة عنها مع مرور الزمن. في حلقة النهاردة هنعرف إزاي مع بعض البعوضة الصغيرة دي مليانة تفاصيل وإعجازات علمية قدرت تبهر العلماء وتكشف لنا عن نظام دقيق ومعقد مش ممكن أبدا يكون جاي صدفة. هنتكلم عن قدرتها العجيبة، أمراضها، ودورها في حياتنا اليومية. استعد لأنك هتشوف البعوضة بشكل جديد تماما يخليك تتأمل قدرة الخالق العظيم. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أنتم مهتمين بمحتوى القصص الدينية والإعجاز العلمي والأحداث التاريخية يبقى أنتم في المكان المناسب، فما تنسوش لايك واشتراك في القناة، شاركوا الفيديو لأصحابكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر البعوضة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 26: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية دي بتوضح إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي إنه يضرب مثل حتى بأصغر الكائنات زي البعوضة علشان يبين حكمته وإبداعه في خلقه. طيب ليه البعوضة بالذات؟ لأن بالرغم من حجمها متناهي الصغر إلا إنها فيها تفاصيل معقدة ودقيقة جدا بتخلي العقل يقف مذهول قدام عظمة الخالق. لما بنربط الكلام ده بالاكتشافات العلمية اللي هنتكلم فيها النهاردة بنكتشف إن البعوضة مش مجرد حشرة صغيرة، دي حشرة عندها قدرات خارقة. زي إيه مثلا؟ زي إنها بتحدد حرارة الجسم وبتفرز مواد تمنع الدم من التجلط وهي بتتغذى. تخيل إن التفاصيل دي كلها كانت موجودة في كائن صغير جدا، وربنا ضرب بيه المثل علشان نعرف إن حتى أصغر الكائنات فيها دليل على عظمة وقدرة الله في خلقه. القرآن الكريم من زمان أشار للبعوضة، ولما العلم الحديث بدأ يفهم جزء من تعقيدها عرفنا قد إيه ربنا بيخلق كل حاجة بإتقان وحكمة. البعوضة دي مش بس حشرة مزعجة، دي دليل حي على قدرة ربنا وإبداعه اللي بيخلينا نقف متأملين ونقول سبحان الله. تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف البعوضة من وجهة نظر العلم. أول حاجة دورة حياة البعوضة. البعوضة بتبدأ حياتها كبيضة وبعد كده بتتحول ليرقة وبعدها عذراء وأخيرا حشرة بالغة. المراحل دي بتوضح دقة وتنظيم ربنا سبحانه وتعالى المذهل في خلقها. المدهش بقى إن كل مرحلة فيها نظام معين ودور محدد بيخدم دورة حياتها بشكل عبقري. لو هنتكلم عن التركيب الفريد للبعوضة فهنلاقي إن البعوضة عندها 6 أرجل وأجنحة رفيعة جدا ولكنها قوية في نفس الوقت. فمها متكيف بشكل دقيق علشان يمتص الدماء من الكائنات الحية. عندها كمان جهاز حساس جدا بيحدد مكان الشعيرات الدموية. أما عن دورها في النظام البيئي، البعوض مش مجرد حشرة مزعجة، ده ليها دور مهم جدا في التوازن البيئي. يرقات البعوض مثلا بتتغذى عليه كائنات تانية زي الأسماك، وكمان بتساهم في تلقيح النباتات. لما بنيجي بقى للإعجاز العلمي في خلق البعوضة هنلاقي إن البعوض عنده قدرة يحس بالكائنات الحية عن طريق حرارة الجسد. البعوض بيقدر يشوف حرارة الأجسام على شكل ألوان. كمان عنده حوالي 100 عين موجودة في رأسه بشكل يشبه قرص العسل. عيون البعوض بتستقبل الإشارات دي وتنقلها للمخ. أما بقى الإعجاز القرآني فخليني أقولك إن الأنثى بس من البعوض هي اللي بتتغذى على الدم، أما الذكور بتتغذى على رحيق الأزهار وعصارة النباتات. طيب إيه الدليل على كده؟ تعالوا بينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة
ربنا قال بعوضة ما قالش بعوضا، لأن بعوضة ده اسم الأنثى، والأنثى هي اللي ليها دور فعال كمان في نقل الأمراض. البعوضة كمان بتستخدم تكنولوجيا تخلي الواحد يستغرب. النظام المعقد اللي بتستخدمه بيكون كالتالي: لما البعوضة بتنزل على هدفها، أول حاجة بتعملها تشم ريحة الدم وتشوفه مناسب ليها ولا لأ. لو ما عجبهاش بتسيبه وتروح تدور على أكل تاني. بعد ما تتأكد إن نوع الدم ده مناسب ليها، بتبتدي تدور على مكان رقيق في الجلد فيه دم كتير زي الشعيرات الدموية، وبعدين تحدد مكان معين بشفايفها اللي موجودة في خرطوم فمها. بعد كده تبتدي تبخ المكان اللي هتثقبه بمادة مخدرة، حاجة كده شبه البنج الموضعي، ومن الخرم ده تبتدي تدخل إبرتها لحد ما توصل للشعيرات الدموية وتبدأ تمص الدم. وزي ما كلنا عارفين، جسم الإنسان لما بيخرج منه دم من مكان ما في وقت قصير وبمساعدة إنزيمات موجودة في الجسم، الدم بيتجلط في المنطقة دي. الإنزيم ده طبعا بيعمل مشكلة كبيرة للبعوضة، لأن الثقب اللي عملته ده هيتقفل في وقت قليل، وده معناه إنها مش هتعرف تمتص الدم. بس البعوضة عاملة حسابها للمشكلة دي، لأنها بتصنع مادة في جسمها وتفرزها في جسم الإنسان في المنطقة دي. المادة دي بتمنع تجلط الدم هناك، وكمان بتعمل تهيج في الجلد، وده اللي بيخلي الدم يجي للمكان ده. ولما البعوضة تلدغ حد في مكان معين، المكان ده بيتورم والإنسان بيحس بحكة، والسبب في كده هو الإنزيم اللي البعوضة أفرزته علشان تمنع التجلط. أكيد كل ده بيخلينا نسأل أسئلة كتير، زي إيه مثلا؟ زي مثلا إزاي البعوضة عرفت بوجود الإنزيم اللي بيجلط الدم ده؟ وإزاي البعوضة بتبطل مفعول إنزيم التجلط بصناعة إنزيم خاص بيها؟ وإزاي عرفت المادة الكيميائية دي أصلاً؟ وإزاي كل ده بيحصل؟ جابت المعلومات دي كلها منين؟ إزاي الحشرة دي بتقدر تصنع إنزيم زي ده جوه جسمها وبعدين تنقله لجسم الإنسان بالتكنولوجيا الرائعة اللي عندها دي؟ الإجابة على كل الأسئلة دي بسيطة وسهلة. البعوضة طبعاً ما تقدرش تعمل أي حاجة من نفسها، لأن ولا عندها عقل ولا معلومات عن الكيمياء ولا معمل حتى علشان تصنع فيه الإنزيمات دي. الحشرة اللي بنتكلم عنها طولها يدوب كام مليمتر كده، ما عندهاش عقل ولا علم. اللي خلق الإنسان وخلق البعوضة دي، الحشرة الخارقة دي، هو اللي خلاها عندها النظام الخارق ده اللي يخلي الإنسان مندهش. فسبحان الله اللي حط كل الأجهزة المعقدة دي في المخلوق الصغير ده. طبعا إذا كان الجزء اللي فات ده تسبب لك في اندهاش، فخليك معايا في الجزء اللي جاي، لأنه هيخليك تندهش أكتر وأكتر. تعرف إن البعوضة ممكن تنقل أمراض خطيرة زي الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء، عافانا الله وإياكم طبعا، زي ما حصل وقت حفر قناة بنما، واللي ما كانش حد أبدا يتخيل إن بعوضة قدرت تهزم جيش أمريكي بالكامل. وعشان تعرف حجم المشكلة، خليني أقولك سريعا كده إيه اللي حصل. في أواخر القرن ال19 لما قرروا يحفروا قناة بنما، كان هدفهم يبنوا طريق مائي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. الفكرة كانت عظيمة، لكن محدش كان عامل حساب حاجة صغيرة جدا في الحجم لكنها خطيرة جدا في نفس الوقت. طبعا بنتكلم هنا عن البعوض. اللي حصل إن الجنود والعمال كانوا شغالين في ظروف صعبة جدا. الحرارة في الغابات المطرية كانت خانقة، المكان كله حوالين القناة كان مليان مستنقعات وبرك مياه راكدة، وده كان بيعتبر جنة بالنسبة للبعوض. العمال كانوا بيحفروا الصبح ويقضوا الليل في مخيمات بسيطة، ما يعرفوش إن البعوض الصغير ده كان شايل معاه جيش من الأمراض الفتاكة زي الحمى الصفراء والملاريا. طبعا في البداية الجنود كانوا بيشتكوا من صداع وحرارة بسيطة، بعدها أعراض الحمى كانت بتزيد عليهم، الجسم كان بينهار تماما، الجلد يبقى أصفر، ومن هنا
جت تسمية الحمى الصفراء. كتير منهم كانوا بيموتوا في أيام قليلة. تخيل إن الجندي من دول يصحى الصبح يلاقي نصف الرفاق اللي اشتغلوا معاه بالليل ماتوا، والباقي في حالة أقرب للموت. الملاريا كمان ما كانتش رحيمة، كانت بتضرب الناس برعشة، بعد كده حمى عالية وعرق شديد. العمال كانوا بيتساقطوا بالعشرات كل يوم. عدد الموتى بقى رهيب لدرجة إن القبور ما كانتش بتلحق تتفتح، والأمراض انتشرت بشكل هستيري. الحفر بقى يتوقف، مش عشان المعدات مثلا باظت أو عطلت، لكن علشان اللي بيشتغلوا عليها ماتوا أو كانوا طريح الفراش. وقتها محدش كان فاهم إيه السبب ورا الوباء ده. الناس كانوا مفكرين إن الأمراض دي جاية من الهواء الفاسد مثلا، أو إن المكان نفسه ملعون. لكن الحقيقة كانت إن كل حاجة كانت راجعة للحشرة الصغيرة دي، البعوضة، اللي كانت بتعيش حياتها في المياه الراكدة وبتنقل العدوى بين الناس من غير ما حد يحس. المشهد كان مأساوي جدا. الجنود كانوا بيخافوا يناموا لأنهم عارفين إن البعوض هيبهدلهم، وكانوا بيحاولوا يغطوا نفسهم بطرق بدائية، ولكن مفيش فايدة. كل يوم في موت جديد، وكأن البعوض كان عامل حرب خفية ضدهم. البعوضة الصغيرة اللي حجمها أقل من عقلة الإصبع دي قدرت تهزم أقوى الجيوش وتخلي مشروع ضخم زي قناة بنما ينهار لفترة. خليني أقول لكم معلومة كمان. سنة 1902 عالم الجراثيم رونالد روس خد جائزة نوبل للعلوم. عارفين ليه؟ لأنه درس نوع من البعوض اسمه أونوفيليس، واكتشف إنها بتنقل مرض الملاريا اللي كان بيموت عشرات الآلاف من الناس كل سنة. واللي بالمناسبة طريقة الإصابة بالملاريا هي طريقة معقدة جدا. خليني سريعا كده أقول لكم بتحصل إزاي. دورة انتقال المرض ده بتحصل بدخول حيوان صغير جدا في معدة نوع معين من البعوض في مناطق في إفريقيا وآسيا وبعض الدول التانية. الحيوان ده صغير جدا لدرجة إن ملايين منه مش بتتشاف بالعين المجردة. يبتدي يتكاثر الحيوان ده جوه البعوضة وينتج ملايين زيه، فالبعوضة بتشيل ملايين من الحيوان ده في بطنها من غير حتى ما تصاب بأذى. ولما البعوضة دي تلدغ أي إنسان، الحيوان ده بينطلق جوه جدار الخرطوم مش في التجويف نفسه، ويدخل جسم الإنسان، وبعدها الإنسان بيتصاب بالملاريا. نرجع تاني لرونالد روس، عالم جراثيم بيقضي سنين في المعمل وياخد أعلى جائزة عالمية عشان درس نوع من أنواع البعوض. وبكده نقدر نقول إن الناس عرفت في العصر الحديث إن البعوضة الصغيرة دي ليها أهمية كبيرة، فعملوا أبحاث ودراسات وأنشأوا معاهد في أوروبا باسم البعوض، وكله طبعا بسبب الأمراض اللي تسببت في نقلها وحالات الوفيات اللي تقدر بالآلاف. فهل المخلوقة الصغيرة دي ما تستاهلش إن ربنا يضرب بيها مثل؟ وإيه بقى اللي هيقولوا الناس اللي بيشككوا بعد كل اللي بيحصل ده؟ طبعا مفيش حاجة تتقال غير إن البعوضة هي جند من جنود ربنا، زي ما قال ربنا عز وجل في سورة الفتح الآية رقم 7: بسم الله الرحمن الرحيم: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أو الآية 31 في سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وبعد ما شفنا الرحلة المذهلة دي، البعوضة الصغيرة بقت بالنسبة لنا أكتر من مجرد حشرة، بقت دليل حي على عظمة ربنا اللي خلق كل حاجة بحكمة وإتقان، من أصغر التفاصيل لأكبر المخلوقات. كل معلومة عرفناها النهاردة عن البعوضة بتأكد لنا إن حتى أصغر الكائنات مليانة دلائل على وجود الله وإبداعه في الخلق.
وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر، اشتغلت عليها كتير جدا عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا بشكركم من كل قلبي أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم أنا رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.